ضيفة كل بيت مصري وعربي بروحها الأليفة وبساطتها المشعة وتواضعها الذي يأسر القلوب. هي النجمة الفنانة الكبيرة ليلى علوي. مساء الخير. أنا النهارده في بيتي وسط زمايلي وأصحابي وأساتذتي. حقيقة أساتذتي والحقيقة كل المكرمين واللي لسه هيتكرم الأستاذ يحيى الفخراني. أنا سعيدة جدا إن أنا بتكرم وبقف جنبه لأنه أستاذي ده رشحني وده علمني. كل الناس دي ليهم مقدرة عليا بجد، اتعلمت على ايديهم وخلوني دايما ابقى مجتهده ودايما احسن. بجد كنت محضره كلام كتير اقوله بس مش قادره اقول حاجه لان انا فرحانه قوي. انا حاسه ان وسط اهلي وعيلتي. بشكر كل الناس اللي اشتغلت معاهم وكانت شغلي ده ليه علامه مفيده سواء في صناعه السينما او ليا والاهم للمجتمع المصري والعربي. أنا عايزة أقول إن إحنا السنة دي زي ما قال الدكتور سمير سيف فعلا صناعة السينما خسرت ناس غاليين جدا جدا جدا، وأنا بقول إن إحنا كلنا لازم نقف عليهم دقيقة حداد لأنهم يستحقوا منا من كل الجمهور اللي بيتفرج علينا في التلفزيون المصري النهارده. لو تسمحوا لي. يا كيم